في قاعدة كده حياتية جميلة عايز حضرتك تركز عليها في حياتك مستقبليا أو حياتك المستقبلية إن شاء الله بإذن الله، ومبدأ جربه. هتلاقي المبدأ ده ليه أثر رهيب جدا. الحاجة اللي تخاف منها تجرأ عليها، ده ما فيهاش خطأ. فبناء عليه أنا عارف أنت شايل جواك كمية طاقة مرعبة، حتى وإن بدأ إن أنت سليم ومش متوتر. عايز أقول لك بس خليك جريء. الحاجة اللي أنت بتخاف منها أو أي حاجة ممكن تخوفك في الحياة خليك جريء عليها، مش هيحصل حاجة. ماذا لو قلت لك خلاص احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا، اتكلمنا في نقطة مهمة جدا، ماذا لو محدش فينا بيضمن المستقبل. فعشان استاذنا، هو انا لو بدأت دلوقتي ربنا هيساويني باللي بدأ من زمان؟ احنا قلنا دايما ليس العبرة بمن سبق وانما العبرة بمن صدق. يعني ما تتعاملش مع ربنا هو انا لازم لما اجي اتوب لازم بقى اعاتب نفسي ان انا بقارن نفسي باول واحد بدأ من زمان. انت ليه بتدخل نفسك في مقارنة اصلا يا صديقي؟ مش مطلوب منك تدخل مقارنات، ولا مطلوب منك تبقى زي اللي بدأ في شهر 9، ولا مطلوب منك تبقى زي اللي بدأ في شهر 8. انت مطلوب منك تبقى احسن من دلوقتي. انت مطلوب منك تبقى احسن، مطلوب منك تبقى احسن من نفسك. بس مطلوب مني اظبط عيوبي، اظبط مشاكلي، احقق طموحي، ده مطلوب مني. اما مش مطلوب مني ان انا اتساوى باللي بدأ في شهر 9، ولا اتساوى باللي بدأ في شهر 1، ولا اتساوى باللي بياخد مش عارف ايه. مش مطلوب مني اصلا، مش مطلوب مني اتساوى بحد، ولا بقى مطلوب مني ابقى احسن من حد ولا اقبح من حد. انا مش مطلوب مني، انا مطلوب مني ان انا اظبط نفسي بس. لا تحمل هما لمستقبلك يؤثر عليك. والله، ودي نقطة يا جماعة بعيد عن الدرس. لما بنقول لك يا ابني ما تحملش، لا تحمل هما لمستقبلك، ما تحملش هم المستقبل، بعض الناس بتخلط ما بين الجملة اللي احنا بنقولها لهم او اللي بتتقال ما تحملش هم المستقبل وبتاعت هو انا اسعى ولا ما اسعاش. خلي بالك بس، عشان الشيطان دايما 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 بيلعب على وتر انت مش اخد بالك منه. اسمه ايه؟ اسمه تعظيم المفقود. تاني الحتة دي، الشيطان من ضمن مداخله لحضرتك يخش لك داخله كده بتاعت تعظيم المفقود. ايه تعظيم المفقود ده يا استاذنا؟ يعني يجي يلعب معاك اللعبه بتاعت شايف الكليه دي لو دخلتها هتبقى اسعد انسان في الحياه، لو ما دخلتهاش هتبقى اتعس انسان في الحياه. شايف البنت دي لو اتجوزتها هتبقى اسعد انسان في الحياه، لو ما اتجوزتهاش هتبقى اتعس انسان في الحياه. شايف الشغلانه دي لو اشتغلتها هتبقى احسن انسان في الحياه، لو ما اشتغلتهاش هتبقى اتعس انسان في الحياه. يلعب معاك لعبه تعظيم المفقود. الحاجه اللي مش معاك عظيمه جدا، ده ومش كده وبس، ده انت لو ما حصلتهاش هتعيش تعاس، هيعيشك في الوقت اللي الناس كلها تحس انك خلاص بتنتهي، ده افضل وقت تبني فيه نفسك، وده افضل وقت انك ترجع فيه، وده افضل وقت تتعلم فيه عليهم كلهم. ابني نفسك في الكتمان، حط على الناس كلها بس في الكتمان، محدش يحس بيك. والله العظيم فيديوهات السوشيال ميديا دي اللي انت بتشوفها ليا دي محدش من اهلي يعرف عنها حاجه، هظهر صدفه، انا عارف انا بعمل ايه. بص، انا لو هعمل لك فيديو واحد هقول لك خش بيه الامتحان، والله العظيم هيكون هو الفيديو ده. بص يا سيدي، انا عارف دلوقتي ان انت بص جبت اخرك، وعارف دلوقتي انك ممكن توصل لدرجه انك مش فارق معاك عادي، يعني السنه بالنسبه لك مش فارقه. وعايز بس اقول لك انك مش انت لوحدك، الطلبه كلها دلوقتي كده او معظم الطلبه كده. طب لو انت لحد دلوقتي مكمل ومركز وعندك هدف عايز توصل له، ربنا يحفظك وربنا يبارك فيك. بس انا عايز اقول لك على حاجه صغيره، ايا كان انت انهي شخص من اللي انا لسه ذاكرهم، يعني عايز اقول لك ان لما انت ترجع من اخر امتحان، انت ده هيكون اسعد يوم في حياتك. يعني اليوم ده انت هتفضل فاكر احساسك في اليوم ده، اللي هو انت راجع من اخر امتحان، انت مخلص كل اللي وراك ومخلص خلاص وهتطلع تنام. وحرفيا النومه دي، عارف النومه الهنيه اللي بيقولوا عليها، هتكون نومه هنيه. هتصحى من النوم، ركز بقى مع اخوك عمر كده، هتصحى من النوم هتلاقي حياتك فاضيه. يعني انا هقوم من النوم في اليوم ده، انا في ايه؟ انا صحيت قاعد مش بعمل حاجه، حلو، وهو ده اللي انت كنت عايزه. بس يوم يومين 3 انت خلاص. يعني ايه خلاص؟ كأنك ما كنتش في ثانوية عامة، كأنك ما كنتش تعبت، كأنك ما ذاكرتش، كأنك ما اتضغطتش، كأنك ما كنتش حاسس بالضغط، كأنك ما جاش يوم على نفسك قفلت الباب وقعدت تعيط، ما جاش يوم ومامتك وباباك واخواتك نايمين وانت لوحدك قاعد عمال تعيط وقاعد عمال تذاكر. هتنسى اليوم اللي انت جيت فيه كنت عايز تنام وقوحت وذاكرت، اليوم اللي كانت الدنيا بتمطر فيه جامد ونزلت لبست ورحت. هتنسى اي تعب كان في السنة دي، كل حاجة هتنساها. امال ايه؟ خلاص السنة حصلت وخلصت. هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ هنفضل قاعدين مستنيين النتيجة.
واحنا مش فاكرين اصلا اي حاجه من السنه ومش فاكرين اي تعب. هتفضل بقى قاعد مستني النتيجه. النتيجه جت، ظهر لك رقم، الرقم ده هتتبني عليه بقى حاجات جايه تاني كتير. انت لو مش مدرك الكلام اللي انا بقوله لك ده، فانت يعني هتجرب اللي انا بقوله لك وهتدرك كلامي ده بعدين. فانا جاي اقول لك حاجه صغيره، يعني التعب اللي انت بتمر بيه دلوقتي خد له مسكن، انساه. زي ما هتخلص ثانويه عامه وهتنساه، انسى التعب ده من دلوقتي، ودوس على نفسك اكتر واضغط نفسك اكتر. طب انا بعيط، عيط. طب انا تعبت، كمل وانت تعبان. طب انا حاسس ان انا قصرت، شد على نفسك. طب انا حاسس ان انا من اول السنه بذاكر، خلاص فاضل قليل. طب انا حاسس ان انا من اول السنه ما بذاكرش، طب ذاكر اللي جاي يمكن ربنا يكرمك عشانه. ذاكر، استغل اللي في ايدك واستغل الوقت اللي في ايدك وذاكر. بس يعني استغل الفرصه اللي معاك. خلاص التعب اللي انت فيه دلوقتي ده كله هيروح، الاحساس اللي انت فيه ده كله هيروح. هيجي وقت، لازم الوقت هيفضل شغال والدنيا هتفضل شغاله، وهيجي وقت عليك والسنه كلها هتخلص. بس حاول السنه لما تخلص وانت قاعد مستني نتيجه تبقى قاعد مطمن، ما تكونش قاعد قلقان، عشان انت عارف ايه اللي هيجيلك. خلاص قوم واتعب وكمل الايام اللي بقالك دي، وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام. ما فاتك لم يخلق لك، وما خلق لك لن يفوتك. وده بمعنى الحاجة اللي مكتوبة لك هي عمرها ما تبقى لحد غيرك، والحاجة اللي مش مكتوبة لك انت عمرك ما تاخدها. فبدل ما تفكر كتير في ايه اللي ضاع، فكر في انت بتجهز ايه اللي قدام او بتجهز ايه اللي جاي. ودايما حط في دماغك ان الحياة هي ماراثون مش سباق. فكل الناس اللي بتحاول تطلع بسرعة او بتحاول ان هي عايزه تنجز هدف سريع قوي او ينجحوا بسرعه جدا، المشكله ان ده حتى لو نجح ما بيقعدش كتير. فخلي نفسك طويل، ما تفكرش كتير، لان انت طول ما انت بتفكر كتير هتفكر في اللي هو طب دي ليه ما كانتش ليا، وانا حاسس ان انا كنت المفروض اخدها وبتاع. ما تفكرش كده، اعمل اللي عليك، وما دام ربنا كاتبها لك هتبقى ليك، وبس كده. والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو عملت اللي انا بقولك عليه باذن الرحمن ان شاء الله هتشوف كرم ربنا. فقدت الشغف ومالكش مزاج تذاكر، ومش طايق نفسك، ومش عارف تقعد على الكتاب، وكل ما تقعد تزهق وتقوم، وعندك مراكم بالهبل، ورجعت من الاجازه استحلتها ومش عايز تشتغل، حلك ايه؟ الحل يا مستر الايام اللي جايه ان شاء الرحمن ايام مفترجه، رمضان على الابواب. انا طالب منك طلب والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو عملت اللي انا بقولك عليه باذن الرحمن ان شاء الله هتشوف كرم ربنا. تعالى في الثلث الاخير من الليل وقوم اتوضى وصلي ركعتين لربنا وانت ساجد اشكي همك لربنا، كلمه زي ما بتيجوا تكلموني، زي ما بتبعتوا لي مسجات. كلم ربنا، احكي له من جواك، قول له انت حاسس بايه، قول له ايه اللي مزعلك اليومين دول ومضايقك، قول له يا رب ساعدني، والله باذن الرحمن هيستجيب. بس انت حاول على قد ما تقدر في ايام رمضان دايما في الثلث الاخير من الليل ركعتين لربنا، طلع اللي جواك وادعوه وقول له يا رب ساعدني، يا رب يسر لي امري، يا رب احلل العقدة من لساني، يا رب نولني اللي نفسي فيه، لو كان فيه خير قربوا مني، ولو فيه شر ابعدوا عني. والله العظيم حياتك هتختلف. خلي فيه بينك وبين ربنا دايما صلة، ما تقطعش الصلة اللي بينك. يا عم انا ما بصلي، قلت له مش مهم، والله هيتقبل منك حتى لو ما بتصليش. ابدأ وحاول تخلي فيه بينك وبين ربنا عمار زي ما بيقولوا. الايام اللي جاية ايام مفترجة، اتمنى انك تخرج من رمضان كسبان، ما تخرجش منه خسران. ربنا يوفقكم يا رب، واشوفكم على خير باذن الله.